أهلا بيكم. في حلقتنا اللي فاتت عرفنا إيه هي عقلية الضحية وإيه أسبابها وتداعياتها على صحتنا وحياتنا، وعرفنا إننا ممكن نتخلص من عقلية الضحية ونتعافى من أثرها على صحتنا. وأول خطوة في رحلة التعافي إننا ندرك إن عقلنا بيستخدم عقلية الضحية، لأن ده بيحصل من غير وعي مننا. علشان كده في حلقة النهاردة هنتعلم إزاي نميز إن عقلنا بيستخدم عقلية الضحية علشان ننتبه ليها ونغيرها. فكونوا معنا. أول علامة إن العقل بيفكر بعقلية الضحية إنه دايما شايف الجانب السلبي فقط من الأمور، ودايما بيفسر الأحداث تفسير سلبي، ودايما يتوقع الأسوأ. فعلى سبيل المثال انك تلاقي نفسك بتقول انا دايما حظي وحش، وغيرها من المصطلحات اللي بتعبر عن الظلم وقلة الحيلة. العلامة التانية هي انك دايما تكون بتسأل نفسك ليه ده بيحصل معايا؟ ليه كل حاجة ليا مش بتنفع؟ ليه المشكلة دي حصلت؟ ليه الظروف ضدي؟ وغيرها. وده معناه ان العقل مش قادر يتخطى الماضي، ومش قادر يشوف المستقبل غير من خلال احداث الماضي، وده بيمنع العقل انه يلاقي حلول جديدة او طرق جديدة للتعامل مع الاحداث، لانه محبوس داخل احساس الالم من جراح الماضي، ومش مدرك للقدرات اللي اكتسبها بسبب خبرات الماضي دي. العلامة الثالثة هي انك تعيد التفكير في الاحداث وتكررها جواك لمدة طويلة، وده بيصعب عليك تخطي الحدث ده، بمعنى ان عقلك بيبدأ يغرقك في دوامة من الافكار والمشاعر السلبية اللي بيسببها لك الحدث ده، ويبدأ يضخم لك في التبعات اللي كان ممكن الحدث ده يسببها لك، وده بيخلي العقل مش قادر يشوف طرق للحل او الخروج من الحدث ده. فعلى سبيل المثال شخص وقع في الشارع، فيبدأ عقله يضخم له التبعات السيئة اللي كان ممكن تحصل له، انه كان ممكن يتكسر او عربية تخبطه او شخص يأذيه، ويفضل يضخم له في التبعات دي، وبدل ما يشوف انه قام بسلام من غير اصابات يفضل يكرر الحدث جواه ويتخوف منه، والنتيجة انه يقرر انه ما ينزلش الشارع تاني. العلامة الرابعة هي ان تكون نظرتك لنفسك والامكانياتك اقل من الحقيقة، بمعنى انك دايما شايف نفسك ضعيف او مهزوم او مش قادر، وانك دايما تقلل من قدراتك الذهنية والجسدية. ودي بتبان جدا لما حد يعرض عليك تجربة جديدة، هتلاقي نفسك اول رد بتقوله معرفش او ما اقدرش، بمعنى انك بتحكم على نفسك بالفشل من قبل حتى ما تجرب. وده معناه ان جواك قناعة ان قدراتك اقل من مواجهة الدنيا، وانك مش قادر تشوف امكانياتك الحقيقية ولا قوتك، علشان كده مش قادر تستخدمها. العلامة الخامسة هي ان يكون رد فعلك الاول هو الغضب على اي حدث مغاير لتوقعاتك، حتى لو كان مجرد كلمة. وده معناه ان عقلك مش بياخد فرصة كافية لدراسة الحدث او الموقف، لكنه بيحكم على الاحداث من خلال احكام مسبقة في ذاكرته، وهو ده السبب اللي بيخليك شايف الجانب السلبي في كل شيء. او انك تكون دايما معترض على مكاسب الاخرين وشايف ان هم ما يستحقوهاش، وكأن عقلك طول الوقت بيثبت لك انك مظلوم وضحية، وان الدنيا ظلمة، وانك عمرك ما هتاخد حقك فيها، وغيرها من الافكار السلبية المشابهة. عقلية الضحية هي طريقة خاطئة للتفكير، كل إنسان معرض إنه يلجأ لها تحت ضغوط معينة، وأحيانا بنتعلمها من الناس اللي حوالينا من غير وعي ومن غير ما نقصد، لكن الطريقة دي بتصعب علينا حياتنا وبتكرهنا فيها وفي نفسنا. علشان كده لازم نواجهها ونغيرها، وهو ده اللي هنتعلمه في الحلقة الجاية. لو اكتشفت إن عقلك بيفكر بعقلية الضحية ونفسك تعيد صياغة أفكار، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور أو منصة اسأل أو رسائل الصفحة. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.